السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. قبل ما تشوفوا هذا الفيديو هذا، إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا هذه القناة هذه، تابونوا فيها وفعلوا الجرس، وما تنسوش ديروا لايك لهذا الفيديو هذا باش توصلوا لأكبر عدد من اللايكات وفرجة ممتعة. السلام عليكم البنات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ كيف بقيتوا؟ مزيان؟ صحتكم؟ وليداتكم كلشي مزيان؟ كما وعدتكم ندير لكم روتين نهار كله من الفطور حتى العشاء، وداكشي يعني ملي كنديرو عادي، يعني ما كاين لا بروتوكول لا والو، داكشي اللي كنطيبو عادي النهار كله غادي نشاركو معكم. وهذا اول روتين اللي غادي نبداو به هو يوم الاثنين. وكما كتشوفوا هنايا غادي نبدا بالعجينه هي الاولى. كما كتشوفوا هنايا درت غنعجن غير بيديا دغيا دغيا، غير ما غادي ندلكها ما حتى شي حاجه. درت هنا شويه الطحين الفورص الابيض وشويه ديال الطحين النخاله والخميره والملحه وشويه ديال السكر سنيده، وكنعجنو كنخليه يخمر المره الاولى، عاد كنقطعو ونعاود نكورو ونكرسو. هنايا درت درت شويه ديال الاتاي غادي نشللو بطبيعه الحال، وعاد ندير السكر ديالي وهذا، وندير التعميره ديالي ونخليه يتشحر شويه، عاد كنضيف له النعناع. ومن بعد قرصت داك الخبز، ما صوتش ديك اللقطه، قرصت الخبز وخرجت منه واحد 3 ديال الخبيزات ديال المقله، هما باش غادي نفطروا. فالبنات منين تنوضوا في الصباح وما يكونش عندكم الخبز، فبلا ما تخرجوا تجيبوا الباكيت او بتي با او شي يعني باش تفطروا، فحاولوا تستغلوا تخرجوا كيما هكا خبيزات باش تفطروا سخانين وكيجيو مزيانين. وهذا هو البطبوط ديالنا، ها هو كيجي زوين واعر. الا بغيتو نشاركو معكم في فيديو خاص نشاركو معكم ماشي مشكل. وهذا اتاي ديالنا هو مشحر بالنعناع، كيجي زوين مع هاد الخبيزه ديال النخاله وزيت الزيتون والكونفيسير ديال الفريز والفرماج. وفطرنا. ودابا درت الغدا، درت شويه ديال اللحم وشويه ديال اللحم، المهم كيبقى على حسب عدد افراد اسرتكم. ودرت البصله وشويه ديال المعدنوس وشويه ديال زيت المائده وزيت الزيتون، شويه ديال الملحه نشحرهم، ومن بعد عاد ندير العطريه مع شويه ديال الماء باش ما تحرقليش العطريه. ومن بعد كنمرق كما قلت لكم البنات، ما تكثروش الماء باش تجيكم الماكله بنينه. هنايا انا مرقت، هنا غادي نسد عليه الكوكوت. طيب نص طياب يلا كيدخلوا شويه اللحم طيب، وكنضيف عليه القيم وكنخليه يطيب. هنا نقصت شويه ديال المرقه، ضفت ليها ملوخيه بطبيعه الحال من بعد ما غسلتها. وهذا هذا الطبق ديالنا ديال القيم واللحم والملوخيه كيجي زوين. وهذا الخبز ديالنا ديال الدار ديال النخاله، كما قلت لكم راه ما عجنتو ما والو، غير جمعتو بيديا. ها نتوما كتجيو كيجي فشفاش زوين. وخلاص انا غير شويه ديال الفلفله ومطيشه وشويه ديال الفكوس درتهم شلاضه. وكان هذا هو الغدا ديالنا. وهنا كاسكروط ما كانوش الدراري، كنت غير بوحديتي، عمرت واحد البريري تاع اتاي صغير وشويه ديال الزميطه. ما كيكونش حتى شي واحد ما كنقدرش ندير شي حاجه، فعمرت غير اتاي بوحديتي وشويه ديال الزميطه. وفي العشاء درت سباكيتي، سلقت شويه ديال سباكيتي. وهنا درت غير شويه ديال لاصوص طوماط ديال الحك وشويه ديال الزيت شويه ديال العطريه. ما كنديرش انا كنور، قليل فين كندير كنور، مره كندير كنور. وهي هذه لي باط من بعد ما طابت لي ديك لاصوص حركتها وحكيت عليها شويه ديال الفرomage. هاد السباكيتي هذه حتى هي كتكون سريعه وكتجي بنينه بزاف. الا عجبكم الروتين ديال اليوم ديال الطبخ ديال يوم الاثنين، عجبتكم هاد الافكار فاكتبوها لي في التعاليق ونزيدكم الاسبوع كامل باذن الله.